يا كعب يقول لك فرنسا ساكنه قلبي. شوف بعض الجماهير وذكرناها طبعا قبل قليل تساند فرنسا، وهذا طبعا يقول لك هذا حق مشروع بالنسبه لي، وانت كيفك حر. ولكن احنا كعرب من الخليج الى المحيط مع المنتخبات العربيه الشقيقه، سواء المنتخب المغربي وكذلك المنتخب المصري الشقيق. يقول لك انا عربي، انا مع المنتخبات العربيه. لا يا عبد الله احنا مع فرنسا. والله كيفكم انتم تشجعون اي منتخب تجيبوا له الخساره والنحاسه. خلوكم مع فرنسا، خلونا احنا مع المغرب. ها لكن انتم اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديال الشقيق وكذلك المنتخب المصري، الطرف الثاني مع المنتخبات الثانيه والله هم حرين. ولكن احنا كعرب وكذلك كامازيغ، عشان الناس ما تزعل، انت عبد الله تجيب العرب ما تجيب الامازيغ. والله انا اجيب العرب والامازيغ. والله انا ما ادخل في هذه الامور، ولكن كعرب وكامازيغ داعمين لكم يا المنتخب المغربي في هذه البطوله، المنتخب المصري الشقيق كذلك داعمين لكم في هذه البطوله. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. فرحتكم من فرحتنا بصراحه، فرحتكم من فرحتنا. منتخبنا مش في كاس العالم، لا، منتخبات عربيه هي تمثلنا في كاس العالم. نفرح. اكيد. عبد الله الكعبي وين منتخب الامارات؟ انا منتخبي المغربي. وين منتخبي عبد الله الكعبي؟ انا منتخبي المصري. انا مع المنتخبات العربيه. لو الناس تزعل من قول الحقيقه. حتى انت منتخب الجزائر في لك مقاطع والله شجعناهم، شجعتهم في مباراه سويسرا، وقفت معاهم والله شجعناهم وتمنيتهم يفوزون. نعم. فماكو يعني لا احنا ما نكلم والله بغينا المنتخب الجزائري يفوز، خاصه كذلك حتى كابتن رائد له تصريحات بهذا الموضوع انا اعتقد يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم صحيح. اتمنى لهم ان شاء الله. والله شوف خاصه البطوله هذه يمكن السفر عبد الله ممكن يكون عامل سلبي على المنتخب المغربي. تنقل مكان لمكان.